اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين في فيديو جديد من فيديوهات قناتي فيكي كيتشن. النهارده هاخدكم في رحله لذيذه وممتعه داخل المطبخ التركي. هنعمل مع بعض طبق من اشهر الاطباق التركيه واكثرها تميز وهو اسكندر كباب. واكتر حاجه بتميز اسكندر كباب هو بساطه المكونات وبساطه طريقه التحضير كمان. هنتعرف كمان على طريقه اعداد خبز البيدة التركي اللذيذ جدا بطريقه سهله ومكونات موجوده في كل بيت. جاهزين معايا؟ يلا نسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هنبدأ بعمل خبز البيدة، وهو من العناصر الأساسية اللي بتكمل طبق الاسكندر كباب. خبز البيدة له طعم مميز وملمس خفيف وهش جدا، وبيقدر يمتص الصلصات والنكهات، علشان كده بنحطه تحت شرايح لحم اسكندر كباب علشان يمتص كل النكهات اللي هتنزل من الكباب ويديني طعم مميز. هنحتاج لعمل العجينة 250 جرام من الدقيق، 175 جرام من المية، 15 جرام من الزيت، 5 جرام من الخميرة، و20 جرام من السكر. هدوب السكر مع المية، وبعد كده هضيف الخميرة والزيت وكمان الدقيق، وهقلب الخليط مع بعضه واعجنه لحد ما احصل على عجينة لينة نوعا ما بالشكل ده كده. هغطي العجينة واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر معايا بالشكل ده هفردها في صاج ممسوح بمسحة من الزيت، وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. بعد كده همسح ايدي بمسحة من الزيت واعمل مربعات على وش العجين بالشكل ده كده علشان ما ينتفخش معايا في الفرن. همسح وش العجين بخليط من البيض واللبن، طبعا الحليب يعني، وارش عليه شوية من السمسم او حبة البركة لو بتحبي علشان يديله طعم مميز. بدخل العيش بتاعي او الخبز بتاعي على فرن مسخن مسبقا على الرف الاوسط لمدة 15 دقيقة تقريبا. وده كان شكله بعد ما خرج من الفرن، طري وهش بالشكل ده كده ما شاء الله. ودلوقتي وصلنا لمرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة تقطيع وتتبيل اللحمة. عندي هنا نص كيلو لحمة هقطعه شرايح بالشكل ده كده، ولازم الشرايح تكون رفيعة قدر الإمكان علشان تشرب التتبيلة وتستوي بسرعة وتكون جوسي ما تكونش ناشفة. بالنسبة للتتبيلة هضيف هنا بصلة مبشورة، هضيف كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وهضيف نص معلقة من هريسة الشطة، معلقة صغيرة طبعا، ملح، فلفل اسود، ورشة من الكركم. هقلب اللحمة مع التتبيلة كويس، وهغطيه واسيبه في التلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات. ودلوقتي هنحضر صلصة الطماطم المشوية اللذيذة اللي بتدي الاسكندر كباب طعمه المميز. هبدأ بشوي الطماطم عشان اديلها نكهة التدخين المميزة، وبعد كده هقشرها وههرسها بالشوكة بالشكل ده. هحط الطماطم على النار مع شوية من الزيت، وهضيف معلقة من بيوري الطماطم، ورشة من الملح، رشة من الكمون، ورشة من فلفل الأسود، ومعلقة من السكر لمعادلة الحموضة. وهضيف شوية من المية وأسيبها لحد ما تتسبك وتتقل على النار، وبعد كده هطفي عليها. ودلوقتي هنبدأ في تسوية شرايح اللحمة. في طاسة على النار فيها معلقة من الزبدة هضيف شرايح اللحم بالشكل ده كده، ولازم الطاسة تكون سخنة ما تكونش باردة. لما تاخد شرايح اللحمة لون من تحت هقلب على الوش التاني بالشكل ده، وهي ما بتاخدش وقت كبير خالص على النار لأنها رفيعة جدا مش تخينة. وبعد اللحمة ما استوت معايا بالشكل ده هحط لها قطعة من الفحم علشان اديلها طعم التدخين، وبعد كده هقطع عيش البيتة لمكعبات صغيرة بالشكل ده، وهشوحها في نفس الطاسة اللي شوحت فيها اللحمة. ودلوقتي وصلنا لمرحلة تقديم طبق الاسكندر كباب. اول حاجة هحط قطع الخبز المحمص في قاع الطبق علشان يكون ده الاساس اللي يمتص كل النكهات والصوصات اللي بتنزل عليه، وهضيف عليه كمان شوية من صلصة الطماطم. بعد كده هوزع قطع اللحم المشوي اللي احنا جهزناها مع بعض، وهضيف شوية من الطماطم المشوية والفلفل المشوي بالشكل ده كده للتزيين يعني، وهضيف على جنب شوية من الزبادي بيكون طعمه منعش ولذيذ مع الاسكندر كباب.
وفي النهاية بحط شوية من الزبدة على وش اللحمة بالشكل ده علشان يديها طعم غني ولذيذ في نفس الوقت. وفي النهاية أحب أشكركم على متابعتكم الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بوصفة الاسكندر كباب اللي حضرناها مع بعض خطوة بخطوة. إذا جربتوا الوصفة ما تنسوش تشاركوني رأيكم وصور أطباقكم. انتظروني قريبا في فيديو جديد مع وصفة لذيذة تانية. مع السلامة وبألف صحة وهنا.